براك مين ده اللي اروح اكل عنده؟ البلدي يوكل. النهارده هنعمل مع بعض تتبيله خطيره، بدون مقادير خزعبليه خطيره، ومن غير ما اروح بقى عند براك وادفع 5000 في اكله فراخ. تعال نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ونجيب فرخه فاتحينها من الظهر زي ما انتوا شايفين كده، زي الكتاب المفتوح. غسلينها ونقعينها بمحلول النقع بتاعنا، سكر وملح وجنزبيل وعصرة ليمونة، وسيبيها تتنقع لمدة نص ساعة لمدة ساعة على حسب ما وقتك يسمح. في الوقت ده لو أول مرة تشوفي قناتي اشتركي معايا في القناة وفعلي زر الجرس، وما تنسونيش عشان انتوا مزعليني جدا من اللايكات. حطوا لايكات عشان الفيديو يرفع ويتشاف، مش هيخسرك حاجة اللايك. لو عجبك الفيديو حطي لايك، ما عجبكيش اعملي ديسلايك. سهلة وبسيطة اهي. اول حاجه بنمسك الفرخه بعد ما نقعناها، وطبعا زي ما قلت لكم مفتوحه كده من الظهر. بتبتدي تقطعي كده الصدر، تعملي فتحات في الصدر وفي الورك، بحيث ان التتبيله بتاعتنا تدخل في كل انسجه الفرخه وتبقى طعمه السنين. جربي بقى، التتبيله دي خطيره، كل تتبيله بنزلها لكم للفراخ بجد لازم تعتمديها. وبرضو بفتح كده الصدر من الجنب ده والجنب ده، وابتدي اكسر كده المفصل بتاع الورك، بحيث ان الفرخة تبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بكسر كده المفصل بتاع الورك بايدي مش بالسكينة، وخليتها بالشكل ده. تعالوا بقى نركنها دلوقتي ونشوف التتبيلة اللي هي سهلة وبسيطة وفي شفشق الخلاط كمان. كام حباية كده من الطماطم، وتقدري تقللي الكمية دي لأن ما شاء الله الكمية كانت كبيرة. يعني ممكن الكمية دي تتبلك فرختين. وكم قرن فلفل من الفلفل الحامي والبارد، بصلتين وسط، وكمان عصير ليمونتين، وكم فص كده من التوم. التتبيلة دي خطيرة جدا، ولسه طبعا عندنا اضافات تانية حلوة جدا جدا هتطريلك انسجة الفرخة وهتعجبك جدا جدا. بجد الطعم هيكون مميز جدا. هنقطعهم بالشكل ده كده عشوائي كده، لان احنا هناخد كل الخضار ده في شفشق الخلاط زي ما انتوا شايفين. بجد الفيديو حلو جدا ويستاهل ان انتي تحطي لي لايك حلو منك كده، وكلمة حلوة كمان من قلبك الطيب. عصرة ليمونة كده، عصير ليمونتين اهو بالشكل ده. وهنا بضيف حبة مية صغيرين جدا، وكمان بهارات. بهارات فراخ جايباها من عند العطار للشوي، وكمان كام فص كده من الحبهان. وضربتهم كلهم بقى في شفشق الخلاط وشم الريحة وقتها. معلقة صلصة كبيرة، وكمان علبة زبادي بوقم كده، معلقة كبيرة من الزبادي. وكمان ضفت هنا معلقتين من الزيت ومعلقتين من الخل، وبابريكا وكركم وكاري. وظبطي الملح بتاعك وتوم باودر وبصل باودر، وسنة صغيرة كده على طرف المعلقة من الجنزبيل، وسنة صغيرة من الكمون، وكتري فلفل اسود والسبع بهارات. هنا بضيف الملح اهو، يعني البهارات اللي موجودة عندك ضيفيها. اهم حاجة الزبادي والتتبيلة بتاعت الخضار اللي هو الطماطم والفلفل والثوم والكلام ده. عايزة اقولك ريحة التتبيلة في الوقت ده كانت خطيرة جدا. جربيها وانت بجد هتدعيلي دعوة حلوة من قلبك. ابتدي بقى ادعكي كويس جدا الفرخة بتاعتك، وخلي كل التتبيلة تدخل في قلب كده الفتحات اللي احنا عملناها في الفرخة. سيبيها بقى لمدة ساعتين 3 4 ساعات 5 ساعات من قبليها بليلة. كل ما هتسيبيها كل ما هتاكلي أحلى فراخ خطيرة جدا بطعم مميز جدا. هسيبها كام ساعة كده، وبعد كده تعالوا نسمي الله ونبتدي نجيب صينية زي ما انتوا شايفين كده وورقة فويل. النهاردة هصوها لكم في صينية عادية خالص وورقة زبدة، وتبتدي تحطي الفرخة بالشكل ده، وكل حواجي الفرخة بقى من كبدة لجوز القلب للقونصة لكل الكلام ده كله جنبها بالشكل ده. وبرضو هغطي كده من فوق بورقة زبدة. تعالوا بس الأول نقفل الجناب كده. في الوقت ده عندي الفرن مشغلاه على درجة حرارة عالية 200. وبعد ساعة من الوقت ببتدي أهدي النار. الفرخة بتاخد معاكي ساعتين، يعني دي 2 كيلو تاخد معايا ساعتين تسوية في الفرن. تمام. أول ساعة بتخليها على نار عالية، والساعة التانية بتهدي النار على حسب حجم الفرخة بتاعتك، يعني حجمها
كيلو ونص، بتاخد معاكِ ساعة ونص. ما شاء الله ده بعد ما كانت استوت ابتدي افتحيها بقى كده عشان تاخد لون حلو. ما شاء الله في الوقت ده الريحة بتاعتها كانت قلبة الدنيا. هابتدي كده بالسوايل اللي نزلت بيها ألمّعها كده وألمّع كل الحاجات اللي جنبها، وأدخّلها بقى تحت الشواية تاخد لون، خطيرة. تاخد معاكِ 10 دقايق، ربع ساعة تحت الشواية تبقى بالشكل ده. كنت عملت بقى حبّة رُز كده مبهّر فظاع جدًا، عملتهم معاكم قبل كده، ما حبيتش إن أنا أطوّل عليكم الفيديو. وما شاء الله قدّميها بألف هنا وشفا كده مع شيبسي بقى، مع سلطة خطيرة جدًا. اللهم بارك التسوية باينة أهي، حاجة كده بتتكلم عن نفسها. ما تنسونيش في اللايكات والشير، والسلام عليكم.